بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي للتمريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع فيديو جديد هناخد الجزء العملي من مادة تمريض الباطنة والجراحة الميديكال سيرجيكال نيرسينج، وهناخد أول بروسيجر النهاردة وهو الكابيلاري بلاد سامبل فور جلوكوز تيستينج. ازاي ان انا اعمل تحليل سكر او اختبار للجلوكوز عن طريق ان انا باخد عينة دم شعرية. يعني ايه عينة دم شعرية؟ يعني باخد عينة دم من الشعيرات الدموية اللي هي بتبقى موجودة في الاطراف. قبل ما نبدأ في شرح البروسيجر، عاوزك بقى تعمل لايك وكومنت كويس كده للفيديو، وتساهم في نشر الفيديو عشان يوصل لزمايلك اللي لسه ما تابعوش القناة. بس قبل ما نشرح البروسيجر، في حاجات هنطلع بيها من البروسيجر. أول حاجة وهو الديفينيشن بتاع الكابيلاري بلاد سامبل فور جلوكوز تيستينج. ما هو تعريف عينة دم شعرية لاختبار الجلوكوز؟ تاني حاجة هنحدد الجول لهذا الاختبار. ايه هو الهدف من ان انا اعمل اختبار سكر عن طريق عينة دم شعرية؟ تالت حاجة هنحدد الادوات اللي هنستخدمها بقى في البروسيجر. واخر حاجة وهو كيفية تطبيق البروسيجر. ندخل بقى لأول جزئية، بيقول لنا إن البلاد جلوكوز مونيتورنج allow patient with diabetes mellitus to self manage their disease. هنا بيقول لنا إن البلاد جلوكوز مونيتورنج مراقبة السكر في الدم، أو إن جهاز مراقبة السكر في الدم allow يعني بيمكن البيشنت with diabetes mellitus اللي هم المرضى اللي عندهم مرض السكري to self manage their disease، ان هم يديروا مرضهم بانفسهم. يعني ازاي ان هم يسيطروا على المرض، او ازاي ان هم يتحكموا في المرض او في العلاج اللي بياخدوه عن طريق ان هم بيعملوا تحليل السكر بجهاز السكر اللي احنا هنشرحه دلوقتي. يعني على سبيل المثال، لو عندنا مريض بياخد انسولين مثلا 5 وحدات او 10 وحدات، لو لقى ان السكر قليل جدا في الدم فبيمتنع عن اخذ الانسولين لحد ما يبدأ الانسولين يرتفع، وبعد كده ممكن ياخد العلاج بتاعه. فهنا المريض السكر لابد ان هو دايما بيقيس السكر في الدم عشان خاطر يحدد العلاج وازاي ان هو يسيطر على المرض بتاعه. بقية الجملة obtaining capillary blood by skin puncture is less painful than vein puncture. يعني بيقول لنا لما بتيجي تاخد عينة دم عن طريق وخز الجلد بيبقى أقل ألما من وخز الوريد. يعني أنت لما بتشك الجلد بيبقى أقل ألما من إن أنت تشك الجلد وتوصل للوريد. بقية الجملة and the easy of the skin puncture method makes it possible for patient to perform this procedure. بيقول لنا إن سهولة إجراء وخز الجلد، يعني إن أنت تشك الجلد، بيمكن المرضى من إن هم يجروا هذا الإجراء. يبقى هنا سهولة الاختبار ده بيخلي المريض هو اللي يعمله بنفسه بدون الحاجة لإن حد يعمله له. تاني جزئية، ما هو هدف بقى الإجراء؟ ما هدف التست ده اللي هو الاختبار؟ The goal of this test is the patient with diabetes use this type of testing as an important part of disease management to monitor blood glucose and adjust lifestyle intervention and treatment. يعني بقى الكلام ده كله؟ بيقول لنا إن الهدف من هذا الاختبار هو أن يستخدم مرضى السكري هذا النوع من الاختبارات كجزء مهم من إدارة المرض لمراقبة نسبة السكر في الدم وتعديل تدخلات نمط الحياة والعلاج. زي ما قلنا إن دلوقتي مريض السكر بيقيس السكر في الدم، لو لقى السكر قليل بيمتنع عن أخذ العلاج اللي هو بيقلل السكر في الدم، فهو سكر قليل، فلو خد العلاج السكر هيقل أكتر وبالتالي حياته هتتعرض للخطر. فهنا بيعمل تحليل السكر وبيختبر السكر في الدم عشان إن هو يحدد هياخد العلاج ولا لأ. الحاجة التانية، لو واحد لقى إن السكر عالي في الدم فبالتالي هياخد علاج لهذا السكر وهيقلل من السكريات اللي بياخدها في الطعام. يبقى هنا الإجراء ده بيمكن المرضى من إن هم يديروا المرض لمراقبة نسبة السكر في الدم وتعديل تدخلات نمط الحياة زي الأكل والرياضة والحاجات دي
والعلاج اللي هي زي الأقراص وزي الحقن، أو العلاج ده زي مثلا في بعض الأجهزة بتقلل السكر في الدم. ندخل بعد كده على الإكويبمنت، على المعدات أو على الأدوات اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل تحليل سكر في الدم. أول حاجة البلاد جلوكوز ميتر، اللي هو جهاز قياس السكر في الدم. ده بيبقى جهاز يمكن أقل أو يعني في حجم علبة المناديل اللي هي الجيب، فبيبقى جهاز صغير وده اللي عن طريقه بنقيس السكر في الدم. تاني حاجة اسمها سترايل لانسيت، دي الترجمة بتاعتها مشرط معقم، ولكن احنا بنسميها الشكاكة. الشكاكة دي عبارة عن زي كده إبرة صغيرة عشان تشك الجلد وناخد عينة الدم. تالت حاجة كوتون بولز اور جوز سكويرز، يعني لا إما كرات قطنية أو مربعات شاش. دي طبعا زي ما هنعرف إن احنا بنستخدمها عشان نمسح أول عينة بتطلع من الجلد، وهنشرح ليه بنستخدمها في البروسيجر. تالت حاجة نون سترايل جلافز، يعني بنستخدم قفازات غير معقمة نسميها جوانتيات اللاتكس. دي بتبقى غير معقمة، بنستخدمها عشان نحمي ايدينا من ان هي يجي عليها قطرات الدم بتاع المريض. تالت حاجة additional PPE as indicated، يعني ممكن نستخدم معدات وقاية شخصية إضافية حسب التعليمات. يعني هنا لو المريض عنده مرض بينتقل عن طريق الهواء زي الناس اللي هم عندهم مرض السل، فممكن ان احنا نستخدم فيس ماسك اللي هو القناع، او يعني زي ما بيقولوا الماسك اللي بنستخدمه على الوجه. لو في مريض مثلا عنده حاجة جلدية ممكن ان احنا برضو نستخدم الجون عشان ما يجيش اي بكتيريا على هدومنا وممكن تنتقل لينا بعد كده. فبنستخدم PPE يعني معدات وقاية شخصية إضافية حسب التعليمات أو حسب المريض اللي قدام. طبعا احنا خدنا PPE أو معدات الوقاية الشخصية وشرحناها ليكم في الصف الأول. بعد كده المعدات اللي بعدها سكين كلينسر اند ووتر اور الكحول سواب، يعني بنستخدم بقى منظف للجلد او بنستخدم مسحة ماء او كحول عشان خاطر طبعا نطهر المكان اللي هناخد منه العينة، وهنعرف ازاي بنطهر المكان. اخر حاجة تيستنج ستريبس 4 متر، دي بتبقى عبارة عن شرايط صغيرة كده قد عقلة الصباع او اكبر منها. الشرايط دي بنحطها في الجهاز عشان خاطر ان احنا نقيس السكر. ندخل بقى على البروسيجر ونشرحه كده واحدة واحدة مع بعض، وعاوزك تركز معايا وزي ما قلت لك تكتب الترجمة في الكتاب عندك. طبعا اول خطوة في اي بروسيجر زي ما قلنا وهي جزر اكيوبمنت، يعني ان انت بتجمع المعدات او الادوات وبتحضرها، الادوات اللي انت هتستخدمها في اجراء البروسيجر. طب ايه الراشونال، ايه الهدف من ان انت بتعمل جازرنج اكويبمنت، بتجمع المعدات او الادوات؟ that provide an organized approach to the task، يعني ده بيسهل عليك انجاز المهمة. يعني مش هتروح عند المريض وتلاقي نفسك نسيت جهاز السكر اللي هو اهم حاجة واللي بيبنى عليه الاجراء كله. لما تروح عند المريض بتشوف المعدات او بتشوف الاكيوبمنت الادوات اللي انت بتحتاجها، سواء من جهاز سكر او ممكن زي ما قلنا كده اللي هي الكحول سواب مسحة الكحول، او يعني الجوانتيات او اي حاجة زي ما قلناها فوق كده. دي المعدات او الاكيوبمنت. يبقى اول حاجة بتعمل جازرنج الاكيوبمنت، بتجمع المعدات او الادوات اللي انت هتستخدمها في البروسيجر. تاني حاجة تشيك اكسبيريشن ديت اون بلاد تيست ستريبس. احنا عندنا زي ما قلنا كده شرايط السكر بتبقى موجودة في علبة صغيرة، بيبقى موجود على العلبة حاجة اسمها expiration date اللي هي تاريخ الصلاحية. فأنت بتتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على العلبة اللي موجود فيها شرايط فحص الدم. زي ما موجود كده في الصورة عندك، بيبقى موجود على العلبة التاريخ بتاع الإنتاج والتاريخ بتاع الانتهاء. زي ما شايفين كده ده تاريخ الإنتاج 10 أغسطس 2023، وهنا تحت تاريخ الانتهاء اللي هو expiration date اللي هو يوم 8 أغسطس 2026. يبقى أنت بتفحص تاريخ الانتهاء الصلاحية اللي هو expiration date على العلبة اللي موجود فيها شرايط فحص الدم. طبعا الهدف من الموضوع ده blood test strips that are past expiration date could use inaccurate results and should not be used.
يعني بيقول لنا إن شرايط فحص الدم اللي هي ممكن تكون منتهية الصلاحية ممكن تؤدي إلى نتائج غير دقيقة ويجب عدم استخدامها. يبقى أنت هنا لو استخدمت شرايط سكر انتهت الصلاحية بتاعتها ممكن تلاقي النتيجة غير صحيحة، وتلاقي إن النتيجة غير الواقعية أو النتيجة غير الحقيقة. هنا برضو صورة زي ما شايفين كده، ده البرودكشن ديت اللي هو تاريخ الإنتاج شهر 6/2012، وده الاكسبيريشن ديت تاريخ انتهاء الصلاحية شهر 6/2015. يبقى مدة صلاحية الشرايط دي حوالي 3 سنين من 2012 ل 2015. يبقى مهم جدا ان انت تتحقق من الاكسبيريشن ديت من تاريخ انتهاء الصلاحية لشرايط فحص الدم. بعد كده الخطوة اللي بعدها perform hand hygiene and put on PPE if indicated. طبعا اول حاجة بتعملها قبل ما تعمل بروسيجر ان انت بتعمل هاند هايجين، وده يعني قلناها 50 مرة في اي بروسيجر. بتغسل ايديك كويس عشان تمنع اي عدوى موجودة عندك تنتقل للمريض، او العكس ان انت تمنع اي عدوى تنتقل ليك. فانت بتعمل هاند هايجين، بتنظف ايديك كويس وبتغسل ايديك، وزي ما قلنا بترتدي معدات الوقاية الشخصية حسب الحاجة، سواء جوانتيات او سواء فيس ماسك لو المريض عنده مرض بينتقل عن طريق الجو او عن طريق الهواء. فطبعا زي ما قلنا ان الهاند هايجين and البي بي اي prevent the transmission of microorganisms. PPE is required based on transmission precaution. يعني نظافة اليدين ومعدات الوقاية الشخصية بتمنع انتقال الكائنات الدقيقة اللي هي أي حاجة بتنقل العدوى بنسميها كائنات دقيقة. تعد معدات الوقاية الشخصية ضرورية وفقا لاحتياطات انتقال العدوى. ندخل بقى على الكلام المهم. هنا عندنا في خطوة مهمة جدا وهي identify the patient. حدد هوية المريض. يعني هنا عندنا المريض اللي أنا رايح أعمل له تحليل السكر، لابد إن أنا أتأكد إن المريض ده هو اللي مطلوب له تحليل السكر. ده عن طريق إيه؟ زي ما إحنا شايفين كده بيبقى المريض لابس اسورة. ده المفروض في كل المستشفيات ان بيبقى فيه اسورة مكتوب عليها الاسم بتاع المريض، وبيبقى مكتوب عليها كمان رقم التذكرة. في حاجة اسمها التذكرة الطبية، بيبقى مكتوب على الاسورة دي رقم التذكرة. فانا ببص على الاسورة اللي موجودة في ايد المريض واتأكد من اسمه واتأكد من رقم التذكرة بتاعته. طبعا identifying the patient to ensure the right patient receives the intervention and helps prevent error. لما أنا بعمل تحديد لهوية المريض بضمن إن المريض ده بيتلقى التدخل المناسب ويساعد على تجنب الأخطاء. مش هروح أعمل تحليل سكر لمريض تاني ويعني أسيب المريض اللي هو مفروض إن هو مكتوب له إجراء تحليل السكر. خش على الخطوة اللي بعدها. بس قبل ما اخش على الخطوه اللي بعدها احب برضك اقول لك ان انت مفترض ان انت لما تروح للمريض تعرف نفسك للمريض. يعني introduce yourself، يعني عرف نفسك للمريض. يعني لما تروح للمريض تقول له انا الممرض فلاني الفلاني وجاي اعمل لك تحليل سكر. ودي يمكن الخطوه اللي بعدها explain the procedure to the patient and instruct the patient about the need for monitoring blood glucose. يعني هتشرح الإجراء الطبي وترشده لضرورة مراقبة مستوى السكر في الدم. طبعا انت بتقول للمريض هتعمل ايه، ازاي ان انت هتسحب العينة منه، وازاي ان انت هتعمل التحليل. وليه بقى التحليل ده مهم جدا؟ عشان خاطر ان هو يعرف السكر بتاعه، وعلى هذا الاساس نحدد له العلاج المناسب. فهنا بقول لنا explanation helps to alleviate anxiety and facilitate cooperation. لما انت بتشرح للمريض الإجراء اللي انت هتعمله فانت بتخفف من القلق او بتخفف من يعني التوتر اللي عند المريض، والمريض بيتعاون معاك بسهولة. ندخل على الخطوة اللي بعدها close curtains around the bed and close the door to the room if possible. دي طبعا الستائر اللي موجودة حوالين السراير بتاع المرضى. فانت لما بتيجي تعمل تحليل السكر ممكن ان انت تقفل الستائر حوالين السرير. طبعا يعني تحليل السكر مفهوش يعني مشكلة كبيرة جدا، ولكن كنوع من الخصوصية ان انت بتقفل الستائر بتاع المريض. يبقى اغلق الستائر حول السرير
وأغلق باب الغرفة إن أمكن. طبعا تغلق باب الغرفة لو مريض موجود في غرفة لوحده، فالغرفة بيبقى ليها باب. طبعا هنا بيقول لنا closing the curtain or door provides for patient privacy، يعني إغلاق الستارة أو الباب بيضمن خصوصية المريض، يعني المريض ما فيش حد يبص عليه ويعرف هو بيعمل إيه، فالمريض بيحس براحة أكتر. الخطوة اللي بعدها بقى ندخل بقى في البروسيجر نفسه. prepare lancet using aseptic technique، يعني هتحضر المشرط زي ما قلنا كده، الترجمة بتاع كلمة لانست المشرط باستخدام تقنية التعقيم. ده طبعا اللانست طبعا اسمها الشكاكة. الشكاكة دي اللي هي بيبقى ليها طرف مدبب معدني، دي طبعا بتخترق الجلد وبتخلي الدم يخرج من الجلد، فدي اسمها اللانست، بنقول عليها الشكاكة. الشكاكة دي زي ما شايفين كده بنشيل الغطا اللي عليها البلاستيك عشان نظهر الجزء المعدني، وبنحطها في حاجة زي الجهاز كده صغير بنسميه القلم. هنا بيقول لنا ان الاسيبتيك تكنيك مينتينز استراليتي، يعني بيقول لنا ان يعني لما بنحضر اللانست دي بطريقة معقمة فده بيحافظ على التعقيم بتاعها. فهنا طبعا احنا اهم حاجة ما ننقلش اي عدوى للطرف المعدني اللي هو هيخترق الجلد بتاع المريض، فبالتالي تنتقل العدوى للمريض، فيعني بنمنع اي حاجة تلمس الجزء المعدني ده. ندخل بقى على الخطوة اللي بعدها، بس قبلها نشوف كده بقى الصورة دي. زي ما احنا شايفين كده ده عبارة عن جهاز صغير، فالجهاز ده بيبقى ليه غطا، بنشيل الغطا وبعد كده بنركب الشكاكة، عبارة ان هي بتدخل جوه الجهاز ده اللي بنقول عليه القلم، وبعد كده بنشيل الغطا اللي موجود على الشكاكة عن طريق ان احنا بنلف الغطا الصغير ده، فبنشيلها من فوق الشكاكة. بعد كده بنحط الغطا بتاع القلم او بتاع الجهاز اللي موجود فيه الشكاكة، ونبدأ ان احنا نسحب الجزء الخلفي لورا، فطبعا الشكاكة بترجع لورا. فالشكاكة دي لما بترجع للخلف كده، بعد كده لما بنضغط على زر معين الشكاكة دي بتدخل للأمام وبتخترق الجلد بتاع المريض زي ما احنا كده ايه شايفين في الصورة. بعد كده هنا الخطوة اللي هنعملها بعد كده في البروسيجر remove test stripe from the vial، يعني هنشيل تيست سترايب اللي هو الشريط بتاع الاختبار من العبوة زي ما احنا شايفين كده، وقلنا دي العبوة اللي بيبقى موجود فيها الشرايط. هنطلع شريط واحد اللي هو هنعمل بيه الاختبار من العلبة، بعد ما نتأكد طبعا زي ما قلنا من تاريخ الصلاحية بتاع الشرايط دي. ريكاب كونتينر immediately، يعني بعد ما بنشيل الشريط بنقفل العبوة اللي موجود فيها الشرايط بسرعة. ليه بقى بنقفل العبوة بسرعة؟ immediate recapping protects strips from exposure to humidity, light and discoloration. الشرايط دي بتبقى حساسة للضوء وحساسة للرطوبة وممكن ان يتغير لونها، يبقى احنا كده بنقفل العبوة بسرعة عشان الضوء والرطوبة اللي موجودة في الجو ما تعملش مشكلة للشرايط، والشرايط دي ممكن ان هي تفسد وممكن ان تنتهي صلاحيتها بسبب التعرض للضوء والرطوبة. بعد كده بيقول لنا ان التست سترايبس also come individually wrapped، يعني بيقول لنا ان ممكن الشرايط دي ما تبقاش موجودة في علبة، وممكن تبقى موجودة كده يعني زي ورقة كده او مغلفة بشكل فردي. يعني ايه موجود كده؟ موجود ان هي جوه علبة، وموجود ان هي ممكن تأتي مغلفة بشكل فردي. ندخل على الخطوة اللي بعدها. check that the code number of the strip matches the code number on the monitor screen. هنا عندنا كل جهاز بيبقى ليه شرايط ليها كود معين، يعني الشرايط دي عشان خاطر تشتغل على الجهاز لازما بيبقى الكود بتاعها او الشفرة بتاعتها مناسبة للجهاز. فهنا عندنا مثلا الكود 25، فهنا نشوف الكود ده اللي موجود على العلبة اللي جواها الشرايط مناسب للجهاز ولا لا. بيبقى كل علبة فيها شرايط بيبقى موجود فيها كده شريط كده شكله مميز، الشريط ده بندخله على الجهاز فبيعمل نظام يعني سيستم او نظام ان هو بيخلي الجهاز يستقبل الشرايط دي ويشغلها. فاحنا بنبص على الكود اللي موجود على العلبة ونبص على الجهاز، لو لقينا ان الجهاز متسجل عليه كود تاني
فبنطلع زي ما قلنا الشريط اللي هو موجود بشكل خاص وبنحطه على الجهاز، فبيخلي الجهاز يتم يعني إعادة برمجته للشرايط اللي هي هتتركب عليه. هنا بيقول لنا matching code numbers on the strip and the glucose monitor ensures that the machine calibrated correctly. بيقول لنا ان تطابق ارقام الرمز على الشريط وجهاز مراقبة الجلوكوز بتضمن معايرة الجهاز بشكل صحيح. زي ما قلنا كده لابد ان الشرايط والجهاز يكون ليهم نفس الرمز وليهم نفس الكود عشان تشتغل الشرايط وتقيس السكر. طب بعد ما اتأكدنا من الرمز صحيح نبدأ بقى ان احنا ندخل الشريط جوه جهاز القياس او جهاز السكر. Insert the strip into the meter according to direction for that specific device. يعني كل جهاز وبيبقى ليه تعليمات معينة. يعني اكتر الاجهزة عبارة ان انت بتدخل الشريط جوه الجهاز زي ما موجود كده في الصورة عندنا. بنمسك الشريط بتاع الاختبار وبندخله جوه الجهاز زي ما موجود قدامنا. Alternately, strip may be placed in meter after collection of samples on test strip depending on meter in use. يعني في طريقة تانية من ان احنا بنحط العينة على الشريط، وبعد ما بنحط العينة على الشريط بندخل الشريط جوه الجهاز. فكل جهاز بيبقى ليه instruction يعني ليه تعليمات معينة. فبيقول لنا correctly inserted strip allow meter to read blood glucose level accurately. يعني هنا لما بندخل الشريط بشكل صحيح للجهاز فبيتيح أو بيضمن قراءة مستوى السكر بدقة. يبقى هنا بدخل الشريط واتأكد من إن هو بعد ما دخل جوه الجهاز إن الجهاز اشتغل وبدأ إن هو يطلب عينة الدم. يعني بلاقي كده إن في نقطة كده بتظهر وتختفي على الجهاز، معناها إن الشريط متركب كويس وواقف بس على عينة الدم. بعد ما دخلنا الشريط جوه الجهاز هنعمل كليننج للسكين ويز ان الكحول سواب. هننضف الجلد بمسحة كحول. في حاجة اسمها الكحول سواب، عبارة عن يعني حتة شاش كده صغيرة وبيبقى موجود عليها كحول، أو ممكن أجيب شاشة عادية وأحط عليها كحول وأبدأ أمسح الإصبع زي ما أنا شايف كده بالطريقة دي. ويعني بالتحديد بمسح جانب الإصبع، يعني ما بمسحش الصباع من قدام، بمسح الجانب بمسحة الكحول عشان بيبقى أقل ألم من الصباع من قدام. بلنا washing with skin cleanser and water or الكحول cleanses the puncture site. يعني ينظف الغسل بمنظف البشرة والماء أو الكحول موضع الوغز. يعني هنا لما بستخدم الكحول أو بستخدم مية وأنظف بيها مكان طبعا العينة، فده عشان خاطر أزيل أي أتربة أو أي حاجة ممكن تأثر على الاختبار. warm water also helps to cause vasodilation. لو أنا جبت مية دافية ومسحت بيها المكان اللي أنا هاخد منه العينة، فده بيساعد على حاجة اسمها الفازودايليشن، توسيع الأوعية الدموية. يعني بيساعد على إن الدم يتدفق للمكان اللي أنا مسحت بيه المية الدافية. ندخل على الخطوة اللي بعدها allow skin to dry completely. هنسيب بقى الجلد إن هو يجف بشكل كامل. ليه بقى؟ لأن الكحول كان interfere with accuracy of results if not completely dry. لو أنا مسحت بكحول وما سبتش الكحول ده يجف تماما، ممكن الكحول ده يعني إن هو يختلط بعينة الدم ويأثر على دقة النتائج. فأنا بعد ما بمسح بكحول بستنى كده كام ثانية لحد ما الكحول يجف، وزي ما احنا عارفين الكحول بيطير بسرعة فهيجف بسرعة. بعد كده بقى الخطوة اللي بعدها hold lancet perpendicular to skin and pierce site with lancet. زي ما شوفنا كده في حاجة اسمها القلم زي ما موجود في الصورة دي. زي ما قلنا كده ده حاجة اسمها القلم أو الجهاز ده بنحط فيه الشكاكة اللي هي اسمها اللانست، أو في جهاز صغير بالحجم ده بنحط جواه الشكاكة. فاحنا بنمسك الشكاكة أو الجهاز ده بشكل عمودي ونبدأ إن احنا نعمل ثقب للجلد زي ما شايفين كده في صورة. طبعا لما بنعمل ثقب للجلد
فبيطلع الدم اللي احنا هنعمل ليه اختبار. holding lancet in proper position facilitate proper skin penetration. طبعا لما انا بمسك الجهاز ده بشكل عمودي فبيسهل اختراق الجلد بشكل صحيح، فانا بخليه بشكل عمودي عشان يخترق الجلد بشكل سريع وبشكل صحيح. النقطة اللي بعدها wipe away first drop of blood with gauze square or cotton ball if recommended by manufacturer of monitor. يعني احيانا بيقول لك ان انت اول قطرة دم تخرج من الجلد بتمسحها وتاخد تاني قطرة بعديها. يعني انت دلوقتي اخترقت الجلد فطلعت نقطة دم، اول نقطة دي هتمسحها وبعد كده هتعصر الجلد او تعصر الصباع عشان يطلع نقطة دم تانية، دي اللي هتعمل لها بقى التحليل. يبقى امسح أول قطرة دم بقطعة شاش أو كرة قطنية إذا أوصى بذلك مصنع جهاز القياس. يبقى لو صنع الجهاز بتاع قياس السكر في الدم قال لك امسح أول قطرة، فأنت هتمسح أول قطرة وتاخد تاني قطرة. Manufacturers recommend discarding the first drop of blood which may be contaminated by serum or cleansing product producing an inaccurate reading. يعني بيقول لنا احيانا اللي بيصنعوا الجهاز بتاع السكر بيعملوا توصية بالتخلص من اول قطرة دم لانها ممكن تكون ملوثة بمصل او منتج تنظيف. يعني ممكن يكون الجلد موجود عليه اي مصل او ممكن موجود اي منتج تنظيف مما يؤدي الى قراءة غير دقيقة. يعني بنمسح أول قطرة وبعد كده بناخد تاني قطرة. الخطوة اللي بعدها encourage bleeding by lowering the hand making use of gravity. ازاي ان احنا بنطلع بقى القطرة بتاع الدم؟ فاحنا بنحفز النزيف بخفض اليد وبنستغل الجاذبية زي ما احنا شايفين كده، نخلي اليد بتاع المريض للأسفل ونبدأ ان احنا نعمل تدليك للإصبع برفق. Lightly stroke the finger if necessary until a sufficient amount of blood has formed to cover the sample area on the strip. زي ما قلنا كده بندلك الصباع برفق إن لزم الأمر حتى تتكون كمية كافية من الدم لتغطية منطقة العينة على الشريط. يبقى بنمسك الصباع بالشكل ده ونبدأ إن احنا نعمل تدليك للصباع لحد ما تخرج عينة دم مناسبة أو كافية إن احنا نعمل بيها تحليل السكر. زي ما شايفين كده إن الهدف من الخطوة دي an appropriate sized droplet facilitate accurate test result. لما احنا بنطلع قطرة دم بحجم مناسب ده بيسهل الحصول على نتائج اختبار دقيقة. يعني لو الدم قليل ممكن نلاقي ان نتيجة التحليل غير دقيقة، فلا بد ان احنا نطلع قطرة دم صحيحة او قطرة دم كافية. الخطوة اللي بعدها رقم 12 gently touch a drop of blood to the test strip without smearing it. يعني هنخلي قطرة الدم دي تلمس شريط الاختبار دون تلطيخه. يعني ايه دون تلطيخه؟ يعني مجرد بس هنخلي القطرة دي تدخل جوه بيبقى في مكان كده على شريط الاختبار. اول ما بنحط القطرة دي جنب المكان ده او جنب الجزئية دي بنلاقي ان القطرة او الدم بيدخل جوه شريط الاختبار. مش لازم ان احنا بقى نخلي شريط الاختبار كله مليان دم، هو بس في جزئية كده في شريط الاختبار بنخلي قطرة الدم تدخل جواها. بيقول لنا هنا ان smearing blood on the strip may result in inaccurate test result. يعني هنا لو خلينا الدم يلطخ الشريط او يعني ان هو يغرق الشريط ده ممكن يعمل نتائج اختبار غير دقيقة. يبقى هنا بنكتفي بان نقطة الدم تدخل للمكان المناسب اللي موجود على شريط الاختبار. الخطوة اللي بعدها رقم 13 apply pressure to puncture site with a cotton ball or dry gauze. Don't use alcohol sweep. هنا بعد طبعا ما بنخلص الاختبار وبناخد العينة بنجيب قطعة قطن أو شاش جاف ونبدأ نضغط على المكان اللي خرج منه الدم عشان احنا نوقف النزيف. ما بنستخدمش مناديل كحولية لأن الكحول ممكن يعمل حرقان
للمكان اللي خرج منه الدم. زي ما عارفين إن الكحول مادة يعني بتسبب الألم أو بتسبب حرقان لو استخدمناه على مكان مفتوح في الجلد. فهنا ما بنستخدمش المناديل الكحولية، بنستخدم قطعة قطن أو شاش جاف. طبعا هنا بيقول لنا البريشر كوزس هيموستاسيس، يعني الضغط بيسبب توقف النزيف، والكحول ستينجس اند مي برولونج بليدنج، الكحول بيسبب لسعة وقد يطيل النزيف. فاحنا كده ما نستخدمش كحول عشان ما نعملش حرقان او لسعة للمريض وما نعملش إطالة للنزيف، فبنستخدم قطعة قطن او شاش جاف. الخطوة اللي بعدها read blood glucose result and document appropriately at bedside. Inform patient of test result. يعني هتشوف بقى النتيجة اللي هتظهر على جهاز قياس السكر وهتعمل لها توثيق، يعني هتشوف بقى التذكرة بتاع المريض وتبدأ إن أنت تدون النتيجة في التذكرة بتاعته، وبتبلغ المريض بنتيجة الاختبار. طبعا عشان المريض يكون عارف نتيجة الاختبار يخلي باله من الأكل بتاعه، يخلي باله من العلاج، ويحافظ عليهم بشكل صحيح. بيقول لنا هنا timing depend on type of meter، يعني هنا ممكن النتيجة تظهر على الجهاز، أحيانا بعض الأجهزة ما بتاخدش ثواني، في بعض الأجهزة ممكن تأخر، فهنا التوقيت بيعتمد على نوع جهاز القياس، كل جهاز وليه وقت معين. بعد كده turn off meter، هتوقف تشغيل الجهاز اللي احنا قسنا بيه، وريموف تيست ستريب، هتشيل بقى الشريط اللي هو دخلناه جوه الجهاز ده، and dispose of supply appropriately، يعني هتتخلص من المستلزمات بشكل مناسب. عندنا هنا الشرايط بتاع الاختبار دي هنرميها في الباسكت اللي هي فيها الكيس الأحمر، عشان طبعا بيبقى اتلوثت بالدم. طبعا لو الجلافزات لبسناها فهنرميها برضو في الباسكت الأحمر. فاحنا هنا بنتخلص من المستلزمات بشكل مناسب. برضو عندنا بليس لانست ان شارب كونتينر، يعني هنحط اللي هي الشكاكات او بنقول عليها المشرط في حاوية الأدوات الحادة. زي ما احنا شايفين كده قدامنا، دي حاوية الأدوات الحادة اللي بنسميها السيفتي بوكس. دي بنحط أي حاجة حادة جواها، سواء مثلا اللي هي الشكاكات دي أو الإبر بتاع السرنجات، دي بنرميها في السيفتي بوكس اللي هي حاوية الأدوات الحادة. proper disposal prevents exposure to blood and accidental needle stick، يعني بيقول لنا التخلص السليم من طبعا المستلزمات اللي احنا استخدمناها، لو تخلصنا منها بشكل سليم بيمنع التعرض للدم ووخز الإبرة عن طريق الخطأ. طبعا هنا أي حاجة جه عليها دم لابد نتخلص منها في الباسكت الأحمر، وطبعا أي حاجة حادة نحطها في السيفت بوكس عشان محدش يتشك منها. بعد كده الخطوة الأخيرة remove gloves، يعني هتشيل بقى الجوانتيات وتتخلص منها في الباسكت الأحمر، and any other PPE، وأي معدات وقاية شخصية أخرى if used لو احنا استخدمناها، perform hand hygiene، وبعد كده هتغسل إيدك أو تعمل تنظيف لإيدك بشكل سليم. طبعا السبب إن removing PPE properly reduces the risk for infection transmission and contamination of other items، والهاند hygiene reduces the transmission of microorganisms. زي ما احنا عارفين ان احنا ما بنشيل معدات الوقاية الشخصية ونخلعها بشكل صحيح، ده بيقلل من خطر انتقال العدوى وتلوث الأدوات الأخرى، كما أن نظافة اليدين تقلل من انتقال الكائنات الدقيقة. دي طبعا حاجة عارفينها من سنة أولى. بعد كده طبعا هنا ده الشيك ليست اللي عندكم عبارة عن الخطوات، كل خطوة طبعا بدون يعني هنا شرح الهدف منها، هنا جايب لك الخطوات ورا بعضها. هنعرض بس فيديو دلوقتي ازاي ان انت بتعمل تحليل سكر، هيبقى فيديو بسيط وهنشرح عليه بشكل سريع البروسيجر. طبعا اول حاجة wash hand، اغسل ايدك. تاني حاجة introduce yourself، يعني عرف نفسك. تالت حاجة conform patient details، زي ما قلنا ان انت تتأكد من البيانات بتاع المريض وتتأكد ان المريض ده اللي مكتوب له تحليل السكر. بعد كده explain procedure، تشرح البروسيجر او الاجراء للمريض وهتعمل ايه وايه الخطوات. gain consent، يعني ايه gain consent؟
يعني ان انت تاخد الموافقة من المريض. ممكن المريض يقول لك لا انا مش هعمل تحليل السكر، فانت مش هتشتبك مع المريض ولا هتضغط عليه، هتبلغ الدكتور بان انت ايه كده، يعني رحت للمريض والمريض رفض اجراء تحليل السكر. بعد ما تاخد الموافقة من المريض زي ما احنا شايفين كده ensure patient hands are cleaned prior to testing. زي ما قلنا كده هننظف اليد بتاع المريض او المكان اللي احنا هنشك فيه. زي ما احنا شايفين كده ممكن ان احنا نتجنب استخدام الكحول جل اند وايبس، يعني من الافضل ان احنا نتجنب استخدام الكحول، ولو استخدمنا الكحول نسيبه لحد ما يجف بشكل تام. والافضل ان احنا نستخدم ماء دافي عشان خاطر زي ما قلنا يحفز الدورة الدموية في المكان، وفي نفس الوقت هينظف اي اتربة وهيبقى افضل من الكحول. زي ما احنا شايفين كده دي الادوات. اول حاجة ده جهاز السكر، وبعد كده دي الشرايط الموجودة في العلبة، وبعد كده ده اللانست اللي هو المشرط او الشكاكة، وقطعة شاش نظيفة او جافة. ده الشريط، بندخل الشريط جوه الجهاز زي ما احنا شايفين كده بتظهر لنا علامة ان هو كده ايه جاهز وعاوز يستقبل القطرة بتاع الدم. بعد ما دخلنا الشريط وتأكدنا ان الجهاز شغال هنلبس الجوانتيات وهنحضر الشكاكة اللي احنا نشك بيها المريض او نسميها اللانست المشرط. وبعد كده بوزيشن بيشنت هاند، هنخلي المريض يحط ايده بالشكل ده. وبعد كده نعمل بنتريشن، يعني هنخترق الجلد بتاع المريض وهناخد العينة جوه الشريط. زي ما احنا شايفين كده حصل ان الدم دخل جوه الشريط، يعني مجرد بس بنقرب الشريط لعينة الدم بنلاقي ان عينة الدم على طول دخلت جوه الشريط. طبعا زي ما شايفين الجهاز ده بنستنى عليه 15 ثانية عقبال ما تظهر النتيجة. بنضغط على مكان اللي احنا خدنا منه العينة عشان نوقف النزيف، وبعد كده بقى بنعرف النتيجة اللي موجودة على الجهاز. بنتخلص من الحاجات الشرب اللي هي الأدوات الحادة والحاجات اللي هي اتلوثت، وبعد كده ايه بنشكر المريض. وبعد كده آخر خطوة تعمل هاند ووشنج. بكده نكون خلصنا شرح الكابيلاري بلاد سامبل فور جلوكوز تيستنج، ازاي ان احنا نحلل السكر عن طريق اخذ عينة دم شعرية من الشعيرات الدموية. وإن شاء الله نشوف وشكم على خير في فيديو قادم بإذن الله رب العالمين. أتمنى تكونوا فهمتوا البروسيجر وفهمتوا معانا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.